مسلسل الشجاع للمرة الثالثة بيفاجئني بمستوى جيد جدا. بتفق معكم، التمثيل ليس أفضل شيء بالحياة. نعم يا جماعة، القصة مكررة، ولكن في كيمياء جميلة جدا ما بين أبطال المسلسل. الأحداث ذات نفسها بصراحة جميلة، وخلينا نكون صريحين، كتير من المسلسلات بالوقت الحالي غير قادرة على إعطائنا هذا المستوى الجيد. هو ليس أفضل مسلسل يعرض كل أسبوع بهذا الموسم، ولكنه بصراحة مسلسل جيد. أحداثه رتمه دائما تصاعدي، وفي صراعات عند الشخصيات بتخليني أنا كمشاهد لهذا المسلسل متحمس أعرف أين المعضلة الأخلاقية. يعني هازان، هل هي ظالمة ولا مظلومة؟ هل كانت بوعيها ولا غير بوعيها؟ أنا لحد الآن شايفة أنه هي ظالمة بصراحة شديدة، هذا هو رأيي. شخصية ديلا بصراحة حلقة ورا حلقة تمثيلها عم بيصير أضبط من قبل. الكيمياء ما بينه وما بين يوسف جدا قوية. على ذكر يوسف على سبيل المثال، لا بصراحة خططه بهي الحلقة جدا قوية. طريقة كسبه لثقة شخصية صرب أيضا قوية، وبصراحة أنا عاجبني الخطط الذكية اللي عم يعملها. قفلت الحلقة أنه الآن صار يوسف بمواجهة أخوه، هل رح يقدر أنه هو يتخطى هذا الموضوع وما يكشف حاله أمام صرب؟ ايضا تعتبر قفله جميله جدا. كيف من الممكن يصلح علاقته مع ديلا بحكم انه ديلا هي العنصر الاساسي بانه هو يستغل لحتى يقدر ينتقم من شخصيه صرب يلي هي الحلقه اعطانا انا من وجهه نظري افضل مشهد بالمسلسل لحد الان، وقت اللي فصل وطالع جنونه بكل معنى الكلمة على ديلا. فالمسلسل نعم في بعض الأمور اللي أوكي ما يلطف شيء من ممكن أنت تشوفه، ولكن في أشياء تانية بتخليك كمسلسل يشدك وتتفرج عليه وتكون مهتم بكثير من التفاصيل، بالذات أمور الماضي. اكتبوا لي تقييمكم من 10 للحلقة الثالثة من مسلسل الشجاع اللي كان تحت بالكومنتات.